الوصفة هذه تاع اليوم خليتهم يعاودوا يطلبوها من كثرة البنة تاعها، وأكيد راهي جد اقتصادية غير بنص صدر تاع الدجاج وانتم درتيو هذا الطبق الراقي. ما نحكي لكمش على هذيك الريحة وهذيك البنة. ما تنساوش حبيباتي تصلي وتسلموا على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات. وبلا ما نوصيكم حبيباتي باه تبارطاجيو الفيديو تدعموه لي بالجيم وتخليو لي ديما تعليقاتكم المحفزة. شوفوا هي البنات من أروع وأبن أقراطة رايحين تاكلوه. شوفوا الله يبارك فيه يجيو هذوك الطبقات باينين. هيا ونسميو بسم الله ونروحوا مباشرة للوصفة. كما راكم تشوفوا هنا عندي نص صدر تاع الدجاج قطعته، خليت منه الطرف صغير لانه يعني صدر تاع الدجاج تاعي كان شويه كبير. ضفت التوابل للدجاج تاعي بعد ما قطعته قطع: فلفل احمر حلو، كركم، شويه تاع قزبر مرحي وفلفل الكحل وتوابل الدجاج. ملحت كما راكم تشوفوا، وراكم تشوفوا في المقابل قليت كميه لاباس بها تاع البطاطا، يعني كل وحده حسب افراد العائله نتاعها. نضيفوا نص مغرف كبيرة تاع الطماطم مصبرة وعلى راس المغرف موطارد، هكذا باش يجيكم الدجاج تاعكم متبل وبنين. نخلطوا ولا ندخلوا هذيك التوابل كامل والملح، ومن بعد نروحوا نقليو الدجاج في شويه نتاع الزيت. يعني هذه هي الخطوه تقريبا الاولى اللي بديت بها. اقليت البطاطا ومن بعد رحت للدجاج نتاعي. من بعد يا البنات ما قليت البطاطا، يعني انا هنا قلت لكم حبيت ندير تورته كبيره، تقدروا يعني كميه البطاطا ديروا حاجه قليله خلاص. ضفت 3 حبات نتاع البيض كيما راكم تشوفوا، ورايحه نضيف كميه تاع المعدنوس. وبالنسبة للإضافة هذه تاع والملح ما تنساوش. بالنسبة للإضافة تاع الكريم فريش كل وحدة يعني واش يكون متوفر عندها. تقدروا الوصفة هذه تضيفوا كاس تاع الكريم فريش، كيما تقدروا تضيفوا بواط تاع دانون ناتور، ولا ما عندكمش هادو كامل تقدروا تعوضوها بكاس تاع حليب، بصح ضيفوا له مغرف كبيرة تاع الفارينة يعني حرحروها فيه. ضفت شوية تاع فلفل أحمر وضفت شوية تاع فلفل الكحل. خلطت هذا البيض ومن بعد نروحو نضيفو الكريم فريش. انا بما انه كانت متوفره عندي يعني القرعه تسمى ديجا استعملتها من قبل، اكيد باش نكملها لازم نخدم بها. قلت لكم مقدار هنا كاس، لانه انا الكميه للبطاطا حق البطاطا اللي عندي بزاف. وهذيك هي لاصوص اللي استعملتها البنات. نخلط هذاك الخليط ونحلو هذاك البيض مليح، مباشرة نروح نحطها في البطاطا. ما تنساوش البنات ضيفوا لها قطع تاع الفرماج ولا الفرماج رابي. هنا الدجاج تاعي راهو يتقلى ديجا، راهو تحمص الله الله وتقلى. درك نضيف له حبه تاع البصل بعد ما كنت قطعتها، نزيد نقليها مع الدجاج باه تزيد تعطيكم بنة للكراطة نتاعكم. هنا شوفوا كيفاه قطعته برك. في المرحلة هذه نقصوا شوية النار وخليوا البصل تاعكم حتى يدبل ويتقلى مليح. نروحوا نرجعوا للبطاطا ولا للخلطة هذه. أنا ضفتها كيما راكم تشوفوا، ومن بعد نضيف لها قطع تاع الفرماج. شوفوا يا البنات ما نكذبوش على بعضنا، راسو الكريم فريش تزيد تعطيكم خفة وبنة للبطاطا. جربوا برك. أنا ساعات كي ندير أومليت هكذا بالبيض والكريم فريش تجيكم مطرية واحد يعني لوغو فيها ما تتصوروش. المهم نتوما راني عطيتكم الوصفة اللي درت بها أنا على خاطر ما تتراطاش ويجيكم هذاك الكراتا مشمخ، ماشي هذاك اللي ديروا له البيض وحده برك. فهمتوني؟ نبقى نخلط هذاك الخليط بعد ما ضفت 3 قطع تاع الفرماج برك مثلثات. نخلطون حتى يعني دير البطاطا تشرب لي هذيك الخلطه كامله تاع البيض والكريم فريش. ومن بعد نضيف كميه تاع الفرماج مبشور. انا هنا ضفت الاخر ضفت مبشور تاع الشيدار وفخوماج غوج. هذه هي يا البنات يعني، واي نوع تاع الفرماج ماشي شرط. نزيد نخلطو. مباشرة رايحة نوجد السيرسو تاعي. انا السيرسو تاعي كنت غلفته بالالومنيوم هكذا باش نضمنو باللي ما يسيحليش، رغم انه الخليط تاعي ماهوش سائل. وبعد وليت حطيت له ورق الزبدة من تحت، وزدت حطيت في الحواشي هكذا يعني نضمن ما يلصقش معاي. وبقيت راح نقسمو درك الخليط هذا تاعنا لزوج اقسام، لانه رايحين نحشيوها بهذاك الدجاج. راح نحط الطبقة الأولى نعدلوها ونزيدو نضيفو لها هذاك الدجاج ونقفلوها بالطبقة الثانية.
اسهل من هاد الكراتا ما كانش. والبنه قلت لكم ما نحكيش يا البنات، يصلح الرمضان، يصلح للعرضات، من اروع وابن ما يكون. يعني حاجه جديده تزينوا بها الطاوله تاعكم. اللي ما عندهاش هاد السرسو تقدر دير في اي مول يعني. ومن بعد وش هي لازم تحط ورق الزبده، فهمتوني؟ لانه رايحه الطبعه باش نضيفوا لها الكريمه من الفوق. تقدروا يعني عادي ديروه في مول عادي ومن بعد تخرجوه. بعد ما حطيت هذاك الدجاج تاعي نزيد نقفل بالطبقة الثانية. هنا تقدروا تضيفوا الفرماج قبل ما تضيفوا الطبقة الثانية. انا ما ضفتش لانه على بالي الطبق تاعي غني بالكريم فريش والفرماج حطيت في البطاطا، ما حبيتش نزيد نكتر. ومن بعد نروحوا لاصوص اللي من الفوق. بالنسبة للاصوص اللي من الفوق اللي يحبها تيجي سايحة، الكراتا تاعهم يجي سايح ومشمخ. ديروا كيما درت انا لاصوص بيشاميل. واللي تحبوا يعني يجي شاد روحو دير صلصة الجبن عادي، فهمتوني؟ انا هنا درت لاصوص بيشاميل وخليتها خفيفه يعني متقلتهاش بزاف، لانه حبيت انا اصلا كان في المفهوم تاعي كي نحي السرسو تسيح لي هذيك لاصوص على الجناب، وهذا هو اللي كنت نحوس عليه. من بعد نحطها في الفرن الطيب يعني من التحت، ونزيد نشعل لها من الفوق تتحمر باش يطيب معي هذاك الكراتا. ونروحو نوجدو صوص بيشاميل. ضفت مغرف كبيره نتاع الزبده مع مغرف تاع الفارينه، رايحه نحمصهم فوق النار ونحط عليهم 2 كيسان تاع الحليب. لما تنساو الملح والفلفل الكحل. وبالنسبه للاصابع هذوك زدت جبت هذاك الطرف تاع الدجاج، ضفت يعني نص واحد اخر ربع عفوا تاع الدجاج، لانه هذاك انا النص صدر ما ضفتوش كامل، فضل لي منه نص، زدت على النص هذاك ربع. المهم هنا الاصابع هادو راهم مسألة اختيارية، تقدروا تضيفوهم للطبق تاعكم، تقدروا تستغناو عليهم. المهم انا حبيت ندير طبق راقي ويحمر الوجه. الدجاج تاعي تبلته ملح فلفل كحل فلفل احمر توابل الدجاج، ومن بعد حطيت له سنينه تاع توم وشويه تاع الموطارد، ورايحة نديرو على شكل أصابع بالطريقة هذه. يعني كحاجة يعني فكرة جديدة باش تزينو هاد الكراتا تاعكم. وعلى بالكم باللي الولاد يحبوا هاد الأنواع من المأكولات. تكلحهم يا لو كان بحاجة تكون بسيطة خلاص. كيما قلت لكم الكراتا وحده برك هكداك وراهو يسخف. وجدت هذاك الدجاج تاعي درت بابي فيلم، ومن بعد بديت ندير فيه على شكل أصابع، ومن بعد نزيد نغلفهم بالالومنيوم ونحطهم يفوروا مدة 10 دقائق. بعد ما يفوروا نحيهم ونروح نقليهم في شوية تاع الزيت وشوية تاع المارغرين. هذا ما كان حاجة ساهلة خلاص. على هذه ما حبيتش نطول الفيديو ونكتر في الخطوات. حاولوا تعدلوا برك، وتاني كي تعودوا تروليو حاولوا تضغطوا على هذاك ورق الشفاف، فهمتوني؟ اضغطوا عليه باش الواحد تاعكم الاصابع تاعكم يجيو متحوفين الله الله. هذه هي حبيبتي. نكمل الكمية اللي عندي كاملة ونزيد نغلفها بالالومنيوم كيما راكم تشوفوا. حطيتها في الكسكاس تفور قلت لكم مدة 10 دقائق. وهنا لاصوص بعد ما وجدت معاي ضفت لها كمية بعد تاع الفرماج ونحطها فوق الكراتا تاعي بعد ما جبدته اكيد من الفرن. ومن بعد قلت لكم نخليوها مدة 10 دقائق حتى هذيك لاصوص بيشاميل زيد يشربها شوية الكراتا نتاعي، نتحصلوا على هذاك الوجه الباهي كيما راكم تشوفوا. انا هنايا حاولت نديرها حاجه سائله. تحبوا تعقدوها ضيفوا مغرف ونص تاع الفارينه وديروها على اساس صوص فروماج. واذا حبيتيوها يعني تيجيكم شاده روحها تقدروا ديروا البيض مع شويه تاع الحليب ومغرف تاع فارينه، هذيك ديروها الطبقه الفوقانيه مع الفرماج. وهذه هي رجعت الكراتا تاعي يزيد يتكراتينا من الفوق. وهذه هي النتيجه نتاعو. قلت لكم انا حبيت كي نهزو يسيح لي على الحواشي هكذا باش يجي الله يبارك مشمخ كامل وبنين. ما نحكي لكمش على هذيك الريحه اللي راهي طالعه يا البنات، بنه ولا اروع. وهنايا بديت نستف في هذوك الاصابع باه نزيد نعطي بنه وجماليه للكراتان تاعي. وزينوها بواش حبيتو. انا هنا درت شرائح تاع القارص. وهذا هي الوصفه تاعي تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم. جربوها يا البنات صدقوني من اروع وابن الوصفات، بنينه وتجيكم مطريه. وهذا ما كان. المهم دعم الفيديو. بقوا على خير. سلام.